يا مساء الخير والحب والسعادة على كل حد بيتابعني. أنا بس طالعة كده، حصل حاجة هي بتتكرر قصادي كتير، بس أنا قررت إن أنا أطلع أتكلم معاكم عنها. وهي وإحنا بنصلي بشوف ناس إلا من رحم ربي بيتسرعوا جدا في السجود. بيبقوا بيصلوا سنة المسجد أو سنة بعد الفرض، بسرعة 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 السجود، بسرعة قوي. يعني ما اعتقدش ان هم بيلحقوا يقولوا سبحان ربنا الاعلى 3 مرات، او حتى مرة بسكون وهدوء كده، وان هم يحسوا بيها. فانا طالعة اتكلم مع اي حد بيعمل كده، يا رب يشوف الفيديو ده. انت في اقرب مكان لربنا سبحانه وتعالى، اقرب ما يكون العبد ليه وهو ساجد. فانت وربنا قريبين. ازاي قادر تحس ان ربنا قريب منك في اللحظة دي وتبقى متسرع كده في ان انت تبعد عنه؟ استشعر كده ان انت وربنا قريبين كده دلوقتي، هتبقى مش عايز ترفع راسك من السجدة. اكيد طبعا مش هنفضل بنسجد ساعة ولا حاجة، ورغم ان والله مش خسارة طبعا في ربنا سبحانه وتعالى. بس يا سيدي عشان انشغالك والحاجة اللي وراك واكل عيشك وكل ده تمام، بس على الاقل نسجد سجود فيه اطمئنان ان احنا بنسجد بين ايدين ربنا. قول له كل اللي في نفسك، قول له كل اللي انت عايزه، كل امنياتك، كل احزانك، كل اوجاعك. ساعات كده بيبقى في ناس برضو زي ما بتسجد بسرعه، في ناس بشوفها ما شاء الله اللهم بارك، بتبقى مش عايزه ترفع راسها من السجود، تحس كده انها مش عايزه تسيب ربنا. عارفين الاحساس ده؟ حد كده بيقول لك يلا قوم وانت بتقول له لا مش عايزه اروح، علشان انا هنا بين ايدين ربنا وقريب منه قوي، فانا مرتاح، مش عايزه ارفع راسي من السجده. فانا عايزه كل الناس اللي بتشوفني كده تجرب ان شاء الله باذن الله الشعور ده، عشان الشعور ده حلو قوي. حرام ما تحسسوش نفسكم بيه. احنا لما بنكون بنحب حد بنحب نكون قريبين منه طول الوقت، فسجودك ده قرب من ربنا سبحانه وتعالى. استشعر جمال ان انت دلوقتي قريب من الله عز وجل، وهو كمان قريب منك، وان انت هتقول له كل اللي في نفسك هيسمعك. فيا ريت يا جماعه بلاش السجود اللي هو تك تك ده اللي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام، علشان خاطر نستشعر جمال السجود في الدنيا، وان شاء الله باذن الله نستشعر جمال الصلاه والسجود في الاخره كمان. تحياتي للجميع وربنا يتقبل مننا جميعا.